هي بس تذكرة صغيرة إن أي عمل في الدنيا بنعمله بيروح في حتتين، يعني بيروح لله سبحانه وتعالى، فبيروح لأي حد أنت اللي بتختاره، محدش بيختاره. فعلشان كده هي فكرة حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات كلنا عارفينه وحافظينه، هي الفكرة كلها تذكرة مش أكتر من كده. لأن الأخطر في الحديث ده غير إن قال بعض أهل العلم إن هو يمثل ثلث هذا الدين، وبعضهم قال يمثل ربعه، لأن أي عمل بتعمله نيتك إنك تجيب فيه حسنات أو لا. فعلشان كده حسن البصري استخلص من الحديث ده كلمة في منتهى الخطورة، وكانت عنوان بعد كده لمن جاء بعد الحسن البصري. سيدنا حسن البصري هو سليل بيت النبوة اللي كان شيخه سيدنا علي بن أبي طالب، فكان حتى كده يلقبه التابعين إن هو سليل بيت النبوة وكلامه ككلام الأنبياء، حد كلامه موزون يعني. فكان بيقول كلمة في منتهى الخطورة بعد ما كان يقرأ حديث إنما الأعمال بالنيات، كان يقول إنما خلد أهل الجنة في الجنة وخلد أهل النار في النار بالنيات. بيعتبر إن من ضمن أسباب الخلود إما في نعيم الجنة أو الخلود برضه للعاصي في النار هو النية. حتى من هنا خد العلماء الفكرة بتاعته واتكلموا فيها شوية. هي فكرة هو ليه الكافر يعني تنيه في النار؟ هو ليه الفكرة؟ لأن هو دايما نيته يعصي، يعني هو عمله اللي عمله، يعني المعصية أو الكفر اللي هو فيه على مدار عاش 20 سنة ولا 50 ولا 100، وفي الآخر عاش 20 30 40 50 سنة بيعصي. فليه العقوبة تكون إن هو يقعد في النار الله أعلم لما شاء الله بالملايين بقى من السنين؟ فإزاي 50 سنة يجيبوا ملايين؟ فقال لك استنبطوا من هنا إن نيته دايما هي معصية ربنا سبحانه وتعالى، فالنية كانت كفيلة تخليه خالد في الإيه؟ في النار. كذلك الإنسان الطاعة والمؤمن هو عايش 20 30 40 50 70 سنة، خلاص عمل منهم 20 سنة نوم، تلت 8 ساعات نوم يبقى 20 سنة من 60، و20 سنة شوية شغل على حمام على أكل على شرب، و20 سنة شوية حاجات، في الآخر تلاقي الطاعة كلها بتاع 5 6 سنين. الخمس ست 10 سنين دول يخلوني في الجنة أقعد ملايين الملايين من السنين اللي ربنا أعلم بيها. فبالتالي رجعوا ده برضه إن أنا كانت نيتي دايما أرض ربنا عز وجل وأطيعه. فعلشان كده هي تذكرة إن كل عمل بنعمله يكون في نية لله سبحانه وتعالى. الوقت اللي احنا هنلعب فيه كورة ده ممكن يبقى ساعة واثنين الله أعلم بيه، خلاص في الآخر بعد الساعتين إذا ربنا كان لنا عمر في الوقت ده وربنا أحيانا، عن بعد الساعتين كل واحد هيروح يركب عربيته ويروح. بس الساعتين دول راحوا فين؟ يعني هي البوصلة بتاعة اللعبة ودتنا فين؟ هل انا كانت نيتي اقوي جسمي واروع عن قلبي وعن نفسي، وان انا ابقى صحبه كويسه، وان انا احاول اتغلب على عصبيه مثلا زياده شويه، او لو انا ممكن اكون بتعصب وبشتم لا مش هعملها. هل لو انا عملت النيه دي يبقى انا باجر على الساعتين دول بنيات لا حصر لها، وفي الاخر هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم انما اعمله بالنيات. طب لو انا ما حطيتش نيه او لو انا ما نويتش نيه خير، ففي الاخر برضه كده الساعتين عدوا والوقت عدى بس خدت سيئات. يعني بدل ده ما هو انا عندنا الدنيا دي بتتقسم نصين، جنة ونار وحق وباطل وحسنة وسيئة. لسه حسيئة دي ما نعرفهاش هي ايه على بعض، ما فيش حسيئة ما تعرفش تركبها على بعض، فلا دي لا دي. فالتذكرة بس اللي انا حبيتها يعني افكر بيها نفسي بصوت عالي هي فكرة ان احنا نجدد نيتنا لله سبحانه وتعالى، تبقى تعارف، تبقى نتحب في الله، تبقى يعني كفاية المتحبين في ظل العرش سبحانه وتعالى. احنا جايين نتحب في الله، نمارس رياضة، المؤمن القوي خير من حبل الأمن والضعيف الى اخر المعاني الجميلة دي. فده اللي انا حبيت اقول لكم عليه وذكركم بيه وجزاكم الله. شكرا. يلا ما حدش يزعل لما يدخل. هتقطعوا النهارده.